اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الغزالات ديالي وصفه تحت طلب العديد من الاخوات اللي طلبوني عليها في التعاليق. وصفه بدون حناء بدون اكسجين لتغطيه الشيب ان شاء الله. الوصفه تاع اليوم غادي نعطيكم وصفه اللي غادي تغطي لكم الشيب نهائيا من اول استعمال. غادي ترجعي ان شاء الله وتشكريني اختي وترحمي لي الوالدين عليها. زائد واحد البخاخ لعلاج الشيب المبكر، الناس اللي عندهم الشيب المبكر غادي نعطيكم هذا البخاخ هذا ان شاء الله، غادي يغطي لكم حتى هو الشيب وغادي يعالج لكم حتى صبغه الميلانيم وغيغديها وغادي يعالجها لكم من الداخل. صبغه الميلانيم هي اللي تيكون عندك اختي نقص فيها، هذا الشيء علاش تيكون عندك الشيب المبكر. صبغه طبيعيه ان شاء الله بدون حناء بدون اكسجين. فاش غتجربيها غادي ترجعي وغترحمي لي الوالدين عليها. ودابا بلا ما نطول عليكم ندوزو نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. وقبل ما نبداو ضروري ما نصليو على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وحتى نتوما اخواتاتي نبغيكم تصليو على النبي في التعاليق. بسم الله وعلى بركة الله. أول حاجة غادي نبداو بالوصفة الأولى اللي هي البخاخ لعلاج الشيب المبكر. غادي نحتاجو فيه السلمية أولا المريمية اللي غادي تخلصكم نهائيا من الشيب وكتعالج الصلع الوراثي وكتقلل من تساقط الشعر وكتزيد من الكثافة ديال الشعر وكتغطي لنا الشعر بواحد اللمعان وواحد الحيوية بفضل المضادات الأكسدة المتواجدة فيها. عندنا حبوب الشاي أو حبوب اتاي اللي تيغمق لنا اللون تاع الشعر، غني بمضادات الاكسده اللي كيعالج لنا الشيب. وعندنا كذلك القرنفل او ما يسمى بالمسمار اللي تيعالج لنا البصيله المسؤول على اللون تاع الشعر الطبيعي وتيخلصك من الشيب الابيض وتيحد لنا من تساقط الشعر وتيحفز نمو وزياده الطول تاع الشعر وتيقضي لنا على الشعر الابيض. وغادي ناخذ تقريبا واحد 6 تاع الوراق ديال اوراق الغار او اوراق الرند من الاوراق اللي تساعدنا على زياده وكثافه الشعر وكترجع ليه اللمعان ديالو كتعالج لنا التساقط. وعندنا معلقه كبيره تاع القهوه سريعه الذوبان اللي تصبغ لنا الشعر لانها مليئه بماده الكافيين. والدور تاع القهوه في هذه الوصفه كتصبغ لنا الشعر او الشيب الابيض. المهم غادي ناخذ كل المكونات وغادي نديروهم في واحد الكاسرول تقريبا. غادي نديروا واحد المعلقه كبيره تاع المسمار او القرنفل ومعلقه كبيره تاع حبوب الشاي او اتاي وستة الاوراق تاع الرند او اوراق الغار. وغادي نضيف لهم معلقه كبيره تاع القهوه سريعه الذوبان والسلميه او المريميه. وغادي نضيف عليهم 2 تاع الكيسان تاع الماء وغادي نوضعوهم فوق النار. وضروري البنات ما تغطيوه، ما تخليوش دوك الزيوت الطياره اللي غادي تطير لكم منهم، ضروري البنات تغطيوهم. غادي نخليهم فوق النار حتى كيطلقوا لنا المكونات الفوائد ديالهم وتينقص لنا داك الماء، يعني تيصبح عندنا غير كاس صغير. يعني درنا 2 كيسان البنات، فاش غنخليهم يطبخوا لنا مزيان غادي يعطينا غير كاس صغير وغادي يولي عندنا واحد المحلول مركز. غادي يولي عندنا اللون ديالو مغيره البنات، محلول مركز من الاعشاب. انتم البنات خليوهم انتم حتى كيبردوا، خليهم تقريبا واحد 2 حتى 3 السوايع بين ما يطلقوا لكم دوك المكونات مزيان. عاد البنات صفيوهم، انا مع التصوير ما عنديش الوقت، هذا الشيء علاش غادي نصفيهم وهما باقين سخان. المهم البنات كما قلت لكم قد ما خليتوهم قد ما غادي يطلقوا لكم دوك المكونات الفوائد ديالهم مزيان. عاد البنات صفيوهم وديروهم في شي بخاخ بحال هذا. عرفتوا يا البنات هذا البخاخ هذا غادي يغطي لكم البصيله تاع الشعر والشيبه. البنات راه الا كانت عندكم ماده الميلانيم ناقصه في البصيله تاع الشعر راه غادي ينتج لكم الشعر الابيض وتيكون كذلك حتى الشعر الابيض يعني تيكون وراثي، يعني الشيب تيكون وراثي. فلهذا اخواتاتي هذا البخاخ هذا راه غادي يعالج لكم الشيب وغادي يخفي لكم كذلك الشيب نهائيا، زائد انه غادي يصبغ لكم الشعر وغادي يمنعوا لكم كذلك حتى من التساقط. وصفه ناجحه ومضمونه ان شاء الله، تنتمنى تجربوها وترجعوا تخليو لي التعاليق البنات. وبالنسبه لطريقه الاستعمال غادي نشرحها لكم البنات. غير ما تنسونيش الله يعطيكم الستر والله يعطيكم ما تمنيتوا من واحد اللايك في هذا الفيديو، كثروا اللايكات وبارطاجيو هذه الوصفه مع الناس اللي عزازين عليكم. بالنسبه لطريقه الاستعمال غادي تاخدي اختي شعرك وتقلبيه للقدام يعني للامام وغادي تبقاي ديري واحد الحركات دائريه على البصيله تاع الشعر اولا تشديه تمشطيه مزيان حتى كتسخن لك ديك الدوره الدمويه. وعاد اختي غتبداي ترشي داك المحلول على البصيله تاع الشعر وتخليها اختي واحد المده تاع 2 ساعات في شعرك اولا اكثر. وقد ما خليتيه قد ما مزيان. عاد اختي سيري غسليه. وبالنسبه لهذا البخاخ هذا غادي تخليه اختي غير في الباب تاع الثلاجه، راه ما كيخسر ما كيضيع ما حتى شي حاجه. وفاش يتسالي لك اختي جدي عاوتاني الوصفه. وهاد الوصفه اخواتاتي ديروها 2 المرات في الاسبوع.
غير هي فاش تكوني دايره في الثلاجه وبغيتي ديري اختي الشعير ديالك، ديري واحد الكويس تاع الماء هكا سخون وحطي فيه داك البخاخ حتى تيدفى، وعاد اختي رشي على البصيله تاع الشعر ديالك. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله الوصفه تاع تغطيه الشيب من اول استعمال، وصفه غادي ان شاء الله تشكروني عليها. اول حاجه غادي نحتاجو الحبه السوداء اولا السانوج، غادي نحتاجو منها 2 معالق حتى 3 المعالق، وغادي نحتاجو كذلك القرنفل اولا المسمار اللي كيعالج لينا البصيله من الداخل وتيعطي واحد اللون طبيعي للشعر. غادي نحتاجو كما قلت لكم اخواتاتي للسانوج اولا الحبه السوداء والقرنفل. والحبه السوداء راه تنتج لنا ماده الميلانين المسؤوله على التلوين تاع الشعر، وكتقضي على الشيب اللي تيكون في الشعر، وكترطب لينا الشعر، وكتقوي البصيله، وكتعطي اللمعان، وكتكافح ظهور الشيب، وكتخلصك من الشيب الابيض. جوج تاع المكونات البنات اللي زوينين للشعر، كيقويو لينا البصيله وكذلك تيقضيو لنا على الشيب الابيض. غادي ندير منهم تقريبا 2 تاع المعالق كبار، يعني 2 معالق كبار من القرنفل اولا المسمار، و2 معالق كبار من السانوج اولا الحبه السوداء، وغادي نضيف عليهم كاس كبير تاع الماء، وغادي نخلطهم مزيان مزيان كما تشوفوا معايا، وغادي نوضعهم فوق النار. من طبيعه الحال اي حاجه حطيناها فوق النار، يعني اي حاجه بغينا نديروها بحال هاد الاعشاب، ضروري البنات ما نغطيوها باش دوك الزيوت الطياره تيبقاو لينا في الماء. باش تنستافدوا منهم غادي نخليوهم تقريبا حتى كيبنقص لنا داك الماء، يعني درنا كاس غادي يبقى لنا غير نص كاس البنات، يعني حتى يولي عندنا واحد المحلول مركز. ها انتم يا البنات شوفوا اللوي اللي عطاني، وصفه رائعه يا البنات. هاد الوصفه هادي غادي تغطي لكم الشيب من اول استعمال، غادي تجربوها ان شاء الله وغادي ترجعوها ترحموا ليا الوالدين عليها. راه انا تنجيب لكم الوصفات اللي تتكون ناجحه، كنقلب وكنبحث وكنسول باش هكا تنوصل لكم الوصفه حتى لعندكم، وما بغيت منكم والو، بغيت منكم اخواتاتي غير دعوات الخير. ودابا غادي نكمل معكم ان شاء الله الوصفه. عندنا اول مكون فيها عندنا قشور الرمان. قشور الرمان تيثبتوا لنا اللون على الشعر، وكذلك كيعالجوا لنا الشيب وكيمنعوا ظهور الشيب نهائيا. انا قشور الرمان البنات راه شديتهم وطحنتهم مزيان مزيان وغربلتهم. المهم البنات قشور الرمان بلا ما تشريهم من عند العطار، لحقاش تيكون داك الجهد ديالهم مشى، فلهذا خواتاتي ضروري ضروري البنات ما تطحنوهم على يديكم باش تعرفوا واش درتوا على شعركم. وثاني مكون عندنا اللي هو الكاكاو. الكاكاو المر البنات رائع بزاف بزاف للشعر، تيصبغ لنا الشعر وكذلك تيخلصنا من الشيب طبيعيا بدون مواد كيماويه. وعندنا كذلك القهوه العربيه، ماشي القهوه سريعه الذوبان، القهوه العربيه البنات اللي كتعطي واحد اللون سريع وسحري للشعر. غادي ناخذ واحد طاسه اولا زلافه وغادي نديروا فيها هاد المكونات، يعني عندنا 2 معالق تاع الكاكاو المر زائد 2 معالق تاع القهوه البن العربيه ماشي القهوه سريعه الذوبان، وعندنا 4 المعالق تاع القشور تاع الرمان اللي تنكونوا طاحنينهم ومغربلينهم. انا عطيتكم اخواتاتي هذا القياس هذا، وانتم الا كان الشعر ديالكم طويل وقوي ضعفوا الكميه. المهم كل وحده دير على حسابيه الشعر ديالها. غادي نخلطوا هاد المكونات بداك المحلول اللي صفيناه. المهم ضروري المحلول يكون باقي سخون البنات، وخلطوا هاد المكونات مزيان مزيان. كنبقاو نضيفوا بشويه بشويه وحنا كنخلطوا. هانتوما البنات المكونات كلهم طبيعيين بدون حناء بدون اكسجين، وصفه اللي هي سهله مهله ولكن الفائده ديالها زوينه. كما تتعرفوا البنات قشور الرمان راه غنيين بالكالسيوم وغنيين بالبوتاسيوم اللي تيحميوك من ظهور الشيب الموكر. قشور الرمان ممتازين البنات، تيمنعوا كذلك ظهور الشيب. بالنسبه لهاد الوصفه هذه ان شاء الله فاش غادي تجربوها غادي ترجعوا ترحموا ليا الوالدين عليها، لان فعلا تتصبغ لكم الشعر وتتصبغ كذلك الشيب. من اصعب الوصفات هي الا بغيتي تصبغي الشيب مكونات طبيعيه بدون حناء وبدون اكسجين. وهاد الصبغه راه تنتج لنا ماده الميلانين المسؤوله على تلوين تاع الشعر وكتقضي لنا على الشيب نهائيا اللي تيكون عندنا في الشعر، وكذلك تتقوي لنا البصيلات وتطول الشعر وكتزيد من الكثافه ديالو. ودابا غادي نضيفوا معلقه تاع الخل، اما الخل العادي او لا خل التفاح، راه تيثبت لنا اللون وتيخلي الصبغه تدوم لنا واحد المده اللي هي طويله. هاد الوصفه يا البنات راه من اروع الوصفات لصبغ الشعر، تتغطي الشيب وتطول الشعر وتتحد من التساقط تاع الشعر. بالنسبه للبنات اللي تيديروا الوصفات الطبيعيه غادي يشوفوا غير المكونات وغادي يعرفوا فعلا واش وصفه فعاله ولا لا. واخر حاجه غادي نضيفوا لهاد الوصفه هذه باش ما ينشفش لكم الشعر ديالكم، غادي نضيفوا اما زيت الزيتون اولا زيت جوز الهند اللي متوفر عندكم البنات. انا متوفر عندي زيت الزيتون، غادي نضيف منه معلقه حتى ل2 معالق كبار. علاش البنات ضفنا زيت الزيتون؟ لان قشور الرمان تينشفوا لينا شويه الشعر، فلهذا غادي نضيفوا واحد المعلقه حتى ل2 تاع الزيت اللي غنيه بفيتامين او،
في نفس الوقت تترطب لنا الشعر وتعطيه اللمعان. فعلا راه صبغه ناجحه بدون حناء بدون اكسجين. ودابا ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه الاستعمال. شوفوا البنات اللوين ديالها كيفاش داير، تبارك الله ما شاء الله. عرفتوا وصفه ناجحه من اول استعمال. غادي تاخذوا اخواتاتي هذا الوصفه هذه وغادي ديروها على الفروه تاع الراس ديالكم. غادي تخليوها الوصفه ما بين 4 السوايع حتى ل5 السوايع، وقد ما خليتوها قد ما مزيان، قد ما خليتوها واحد المده طويله على الشعر ديالكم قد ما الشعر ديالكم تيستافد منها. غادي ديروا هذه الصبغه هذه اولا هذه الوصفه هذه على الشعر ديالكم كامل، وغادي ديروها للفروه تاع الراس كامله يا البنات، باش داك الشيب اللي تيكون عندكم تيتغطى بهذه الصبغه هذه ما كيبقاش نهائيا. وغديروها مره واحده في الاسبوع، وغادي تداومي عليها باش هكا شعرك تيبقى دائما مصبوغ والشيب حتى هو.